يا صباح الورد، جمعة مباركة عليكم. لما الزغاليل بتكبر شوية بيبقى صعب ان احنا نأكلها بالسرنجة لانها بتاخد كمية اكبر، زائد ان احنا المفروض بنبتدي نخشن، سواء بقى بنخشن الكرفة بتاعتنا عادي او العلف بتاعنا، يعني كمية المية ما بنخليهاش سايلة، لان لازم يبقى في اول كام يوم زي ما قلت لكم كده هو السريلاك او اللبن النيدو يبقى سايل. لا احنا دلوقتي مرحله اكبر، هم خلاص اتعودوا على التاكيل اليدوي. بصوا انا عملت ايه، دي ازازه عاديه يعني، يفضل لو عندك ازازه اصغر من كده تمام. الغطا بتاع الازازه نفسه هتفتحه وهتجيب، عارفين الحلمه بتاعت الببرونه بتاعت الاطفال، هتلاقيها في اي صيدليه، يعني مش صعب ان انت تجيبها. هتبقى ديت سهله جدا. ليه؟ لان البلاستيك ده احنا بنضغط عليه وانا موسعه شويه فبيطلع، وبيبقى العمليه سهله جدا كمان لو انت مبتدئ. اهو انا بايدي الشمال، يعني انا ببقى ماسكه بايدي اليمين الازازه. بعمل ايه؟ بص هو واخدين بالكم هم اتعودوا خلاص عليا وعلى التاكيل. بس اهو انا كده باكلهم. بص يا رب تكون الصوره اقرب هنا اهي. اصل هي بتنزل. بصوا انا عايزه اقول لكم، بصوا انا فاتحاها بحيث ان هي تنزل على طول اهي. انا بس بوري لكم اهي. تاني استنى انت واحد اهو. انا بس برفع حتى من غير ضغط ولا حاجه، هو بينزل اهو. واديله نفس. بصوا الموضوع اتملت في ثواني، الموضوع ما خدش ثواني مننا. ده اول واحد اهو، مش عارفه باين في الكاميرا ولا لا، ما شاء الله يعني حجمه اهو تمام. التاني بقى استنى اوريكم التاني قبل وبعد. احنا دلوقتي الساعه 8:30 ماشي. طبعا مادام انت توليت مسؤوليه التاكيل اليدوي انت مسؤول عن الروح دي، ولو اهملتهم هيضعفوا. بص اهي هي ضعيفه. بصوا انا هعمل ايه، مجرد افتح بقه كده اهو واحط الازازه. بص خد نفسك يا عم. شايفين؟ لا هنزود شويه تاني كمان. هم ابتدوا يفتحوا لي بقهم، عرفوا خلاص. بس خلاص كفايه ما شاء الله يعني. مش عارفه باينه ولا لا. تمام. الموضوع بياخد ثواني مننا، والموضوع ده بجد اختراع يا كوتش. طيب ايه الموضوع التاني المهم جدا؟ خلاص بقى، ما انا كده انا مش عايزه ازودكم عن كده 100. نرجعهم بس في مكانهم. الموضوع مهم للغايه لاني في جدل كتير ما بين المربيين. فاكرين ساعه ما قلت لكم صيام انت مع تجويع او صيام الحمام ولا لا؟ هتلاقي احنا انقسمنا في التربيه الفريقين. واحد يقول لك لا حرام اجوع الحمام، وواحد تاني يقول لك لا، يعني مربي تاني يقول لك لا الافضل ان انت تجوع. وقلت بالتفصيل مميزات ان احنا ما نخليش الاكل على طول قصاد الحمام. الموضوع برضو اللي هكلمكم عليه دلوقتي في جدل رهيب. نزلت بوست من كام يوم تقريبا من 4 ايام، قلت لهم لو انا خدت زغلول لسه فائس او عمره يوم تقريبا وحطيته تحت قص بقاله 7 ايام، هل هيأكل ولا مش هيأكل؟ 95% من التعليقات قالوا الزغلول دوت هيموت ومش هيلبي. هو في جزء من الإجابة صح وجزء غلط. طيب أنا هقول لكم على التجربة اللي حصلت، بس يا ريت تشوفوا الفيديو بتاع يوم ايه يا رب، يوم 7 أو يوم 6/8 اللي هو آخر فيديو أنا نزلته. كان في اخر مره كان في هنا هو زغلولين، وقلت لكم في زغلول يعني شكله من البيضه، لان ده اول شغل اليوم، شكله ضعيف والبيضه صغيره كانت، وفعلا زغلول فيهم مات، وزغلول واتبقى زغلول تمام. كان هنا وده كان محصي حصويتين. راجعوا الفيديو على اني انا متابعه معاكم من اول موريالكم كل التفاصيل عندي. والغزار الحمد لله اهو جم حصه اول حصويه امبارح، هيفوت النهارده وحصه التانيه ان شاء الله. طب ايه اللي حصل؟ انا لما جبت هقول لكم بالظبط ونركز في الكلام ده، لان الكلام ده مهم لسبب. احيانا بنبقى مش عارفين ناكل يدوي، ونبقى عايزين ان الاهالي بنفسها تاكل. طيب
اللي حصل كالاتي، انا لما نقلت الزغلول اللي هو تحت خالص ده وحطيته لهنا ابتدى ياكل، فقلت ايه ده؟ طب اللبه ازاي اللبه تكون واحنا لسه في اول 7 ايام؟ وبالفعل في اول يوم اكله سبحان الله. قلت طب دي حاله استثنائيه ولا ايه؟ هو انا اللي استنتجته فيما بعد ان الحمام بيبتدي يجمع اللبن من اول يوم في الرقد. الكميه بتبقى قليله، يعني كل ما بيقعد ل 18 يوم او 17 يوم الكميه بتبقى كبيره، فبيقدر ان هو ياكل ل7 ايام. تمام. طيب استاذ اسلام ادمن صفحه الفيس ركز معايا ويا ريت تشوف الفيديو، لانه قال لي لازم، يعني احنا حصل بينا مناقشه في الموضوع دوت. قال لي استحاله الحمام ياكل قبل الرقد اللي هو قبل ال 17 18 يوم. وفي ناس كتبت لي في التعليقات قالت لك اللبه ممكن بعد 12 يوم يبتدوا ياكل، لكن قبل كده صعب. وانتوا عندكم حق، وانا هقول لكم اللي حصل معايا بالظبط. اول يوم لما حطيت الزغلول ابتدى ياكله فعلا في اول يوم. تاني يوم لقيت ابتدى حاجه زي الميه كده في الحوصله. انتوا عارفين اللبه، الناس اللي بتبص على اللبه يعني هو شبه سائل، لكن الحوصله نفسها بتبقى ايه؟ مش ميه، بيبقى زي كتل كده، هو زي مجبنه جوه. فتاني يوم لما لقيته بقى شبه سائل قلت ايه ده؟ وميه كتير كتير زي الميه. قلت خلاص كده يبقى فعلا انتوا عندكم حق. بس ما رضيتش فعلا اشيل الزغلول. جيت بالليل لقيت مختلط بالميه ديت حصى، لاني كنت محطه ايه؟ كلفه. هم نقوا الحصى، الذره العويجه، الذره الرفيعه، وابتدوا ياكلوا. قلت خلاص كده الزغلول ده هيموت. قلت طب ما انا اعمل حركه يا بنتي يا هبه. اعملي حركه ايه؟ ان انت تحطي علف من اللي بتاكليه للصغيرين، وكده كده هم حتى لو يعني كلوا علف هيدوله الاكل اللي هو السائل، لان العلف عقبال ما بيجي في الحوصله وبياكلوه. بس هو بياكله، استني كان بياكلهم. قربت الكاميرا. فقلت ايه؟ طيب هو حتى لو اكلوا اكل خشن هيبقى في النهايه ان الكلفه ديت هتنعم في الحوصله، قبل ما تيجي للزغلول هتبقى شبه ايه؟ سائله، فكده مش هيحصل حاجه. وبالفعل انا بقالي صدقوني 3 أو 4 ايام متوقفه عن الفيديوهات عشان ما اقولش معلومه او اتابع التطورات اللي بتحصل عندي لما انقل حصى وحوش وعمر 7 ايام واحط زغلول. تمام. انا هوريكم دلوقتي، وفي فيديوهات انا نزلتها على الصفحه وهم بياكلوا من اول يوم. بصوا انا جربت قبل كده جربت قبل كده عمر 12 وابتدوا يلبوا. انا بتكلم على العمر القريب. بصوا انا عايزاكم تشوفوا منظر متلبي ازاي اهو. عايزه بس اوريكم من تحت. شايفين ما شاء الله؟ ومأكلينه حلو جدا، يعني مأكلينه كويس جدا اهو. ده عمر 5 ايام بالظبط. ده عمر 5 ايام اهو. ابتدى يفتح ايه؟ يفتح عينه. وهنتابع برضو مع بعض التطورات او يعني صحة الزغلول دوت من عمر يوم، قصدي من عمر ما ابتديت احط. هل هيكبر؟ هل هيبقى صحته كويسة؟ يعني انا نصيحتي ليكم ما تقلدوش التجربة دي غير لما الزغلول يكبر ونشوفه بقى بصحة كويسة ولا لا. لكن لاني انا دورت برضو، يعني انا فضلت ادور على اليوتيوب او حتى في الفيديوهات الاجنبيه ان حد عمل التجربه اللي انا بعمله ده. محدش بيعمل كده، يعني محدش بيعمل اللي انا عملته. فاهو احنا بنتابع. طبعا ما تقدرش تعمل الموضوع دوت. يعني انا لو انا سبت الزغلول وهو بياكلوه حصى كان مات. فهو انت ما بتعمل حاجه مختلفه عن الطبيعي، ماشي، مختلفه عن الطبيعي، لازم تباشرها ولازم تتابعها. فهم كانوا برضو اللي سامح لي بالموضوع المتابعه ده ان انا جوه البيت، يعني مش في مكان بعيد عليا. ملحوظه قبل ما اقفل الفيديو، اللي يتبقى منك ده هيترمي. بس انا عندي لسه زغلول تاني هاكله اللي هو الكبير، ماشي. اللي اتبقى منك ارميه لانه بيتخمر ومش صح للحمام، اللي هو لو انت حاطط سواء سيريلاك بقى او سواء علف او ايا كان.
تمام. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، وجمعة مباركة عليكم يا رب.